دي تورتة الفور سيزون، عملتها بنص كيلو دقيق من الاسبونج، 4 أطعمة مختلفة، كل طعم ليه شكل ومذاق مختلف عن الطعم التاني. علشان ما نخليكيش تحتاري عملتلك 4 أطعمة في تورتة واحدة. أهلا بيكم، منورين دايما قناتي يومك أجمل مع أم فارس. لو لسه أول مرة تشوفيني ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان أي فيديو جديد ينزلك على طول. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونعمل تورتة الفرسيزون. أنا كنت مجهزة بقى الكيك علشان أشتغل على طول. دي نوتيلا زودتها كده معلقة من الزيت وخففتها علشان أشتغل بيها. جبت هنا بقى البورد وجبت أول طبقة كده من كيكة الفانيليا، نزلت عليها بالسيرم ونزلت تاني خطوة عليها بالكريمة. كده وزعت بقى الكريمة على طبقة الكيك بسويها كويس. هنا بقى كنت مجهزة في الكيس الحلواني كريمة علشان احدد بيها الاطراف. ايوه كده. عايزة بقى تحشي في اول طبقة، عايزة تحشي في تاني طبقة، زي ما انت عايزة تحشي في ال3 طبقات عادي مفيش مشكلة، بس انا حشيت في الطبقة التانية كيكة الشوكولاتة. جبت بقى طبقة من الشوكولاتة من كيك الشوكولاتة وضفت سيرم تاني وضفت الكريمة. هنا بقى حشيتها نوتيلا وضفت برضو الطبقة التالتة من الكيكة وضفت برضو الحشو نوتيلا. دي كانت اخر طبقة من كيكة الشوكولاتة. طبعا شلت الوش اللي كان فوق ده زي ما انتوا شايفين كده، وجيت على الجنوب وعملت كده بالكريمة علشان اغلفها كده تغليف بسيط من بره. ليه بقى؟ لما طبقة الكيكة الشوكولاتة اللي فوق بتعمل على الكريمة، فنصيحة مني يعني تعملي طبقة خفيفة كده من الكريمة علشان ما يطلعش معاكي اي زوايد خالص في الكريمة. الطبقة اللي انتوا شايفينها دي بتبقى طبقة خفيفة جدا، بدخلها بقى الفريزر 10 او ربع ساعة كده، وارجع تاني اخرجها واضيف لها بقى كمية كويسة من الكريمة، وابدأ بقى ان انا اجلسها كويس بالسكلافر بقى المشنشر. وعملت الجنوب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، متساوية وملمسها ناعم جدا. طبعا انا اشتغلت تزيين على طول لان صاحبة الاوردر كانت عايزة يعني التورتية تاني يوم الظهر، وعلى ما اصحى من النوم وكده يكون الظهر اذن. جبت بقى كده نوتيلا بيضة سما، وزي ما قلت لكم خففتها بمعلقة من الزيت. زي ما انتم شايفين كده عملت روزتات. قسمت التورتة ل4 قطع علشان انا كنت عايزة اعملها فور سيزون يعني ب4 أطعمة مختلفة. وعملت بقى الربع التاني من اللوتس. جبت اللوتس وضفت له معلقة من الزيت علشان اخففه، عشان اقدر ان انا اعمل بيه روزتات واشتغل بيه. وزعت بقى اللوتس كده وهزيت البورد كان بالشكل ده. الربع التالت بقى عملته من النوتيلا. عملت بقى روزتات كده، كل ربع بعمل الروزتات وياخد الشكل كله. والربع الاخراني ده بقى عملته صوص من الفراولة. هنا برضو وزعت الصوص كده بالظهر المعلقة. كل شكل من الاشكال دي بقى عملت كده على النوتيلا البيضة، عملت نوتيلا بني خطوط كده عشوائية، وعملت على النوتيلا البني عملت نوتيلا من البيضة، وجيت على الصوص عملت خطوط من اللوتس، والشكل النهائي طلع جميل جدا. جيت بقى على حرف الفي ده وعملت روزتات من مربى الحليب كده بالشكل ده كده. بجد والله عظمة.
زيني بقى، يعني زي ما انت عايزة زيني، ابدعي في التزيين. جيبي كل الشوكولاتات اللي عندك وحطيها. هنا عمالة بقى احط شوكولاتات مختلفة. وانا هنا في التورتة دي استخدمت صاجين اتنين، صاج فانيليا وصاج شوكولاتة. صاج الفانيليا خد معايا ربع كيلو دقيق سبونج وثلاث بيضات، معلقة صغيرة محسن جل، وربع كوباية مية وفانيليا. وعملت الصاج الشوكولاتة، كيك الشوكولاتة عملته نفس الموضوع، ربع كيلو دقيق سبونج على 3 بيضات. عملت كل صينية كده لوحدها، وبعد كده قطعت السبونج القطعتين والصينية التانية القطعتين. يعني التورتة دي استخدمت فيها نص كيلو دقيق سبونج. هنا عملت بسكوت الاوريو والشوكولات الابيض والشوكولات البني. وكده خلاص طلعت بقى اوريها لكم كده بره في البلكونه. شايفين الجمال والعظمه؟ بجد والله حلوه جدا، والعميله اتبسطت بيها جدا، وكل شكل واخد طعم ومذاق مختلف. ايه رايكم بقى في الشكل والجمال ده؟ انا يومها فعلا والله ما كنت مخططة يعني هعمل شكل ايه ولا فينش ايه، بس هي جت كده سبحان الله. وطلعت ما شاء الله عليها. فاوقاتا يعني بسيطة بكون عارفة انا راح اعمل شكل ايه، بس انا عملت مربع، تورته مربعة يعني، وقلت خلاص هي وحظها. وانتوا كمان لو عجبتكم ابعتولي كده في التعليقات وقولولي ايه رأيكم. والله بفرح قوي باي حد يبعت لي تعليق، يعني سواء ايجابي او سلبي. وعايزاكم كده تشجعوني وتشيروا الفيديوهات اللي انا بنزلها، لان المشاهدات عندي قليلة جدا. فمش عارفة والله الخطأ من مين بالظبط، مع اني شايفة يعني ان المحتوى اللي انا بقدمه كويس وشغلي كويس. بشوف يعني ناس في اليوتيوب يعني بينزلوا تفاهات وحاجات مش مهمة، وتشوفوا مشاهداتهم عالية جدا. فأنا بصراحة بستغرب يعني من اللي بيحصل. فأنا إن شاء الله عندي أمل ويقين بالله إن ربنا يكرمني على قد تعبي، وربنا يوفق الجميع يا رب. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان أي فيديو جديد ينزلكوا على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.